السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. النهارده عندنا غدوة يا بنات خفيفة وسريعة ويلا بينا. بصوا يا بنات، ترتبي يعني شغلك اللي انت هتعمليه قبل ما تبدأي، هتلاقي الدنيا معاكي سهلة وبسيطة ويعني وإنجاز في الوقت. كل ما تكون حاجتِك مرتّبة وعارفة نَفْسِك هتعملي إيه، قبل ما تدخلي مطبخِك كده تكوني عارفة نَفْسِك هتعملي إيه. طبعًا لو النور بيقطع زي عندنا أو كُلّنا إحنا يعتبر المصريين عندنا النور بيقطع في أوقات مختلفة، لو عندِك أكلة فيها هتضربي طماطم مثلًا في الخلاط، حضّريها واركنيها على جنب، عشان لمّا النور يقطع يعني ما تحتسيش وكده. تحاولي تعملي الحاجات اللي هي إيه، ما تعطّلكيش، عشان تنجزي برضه وتعملي أكلِك بسرعة وترتّبي حالِك، تغسلي خضارِك، تحطّي بهاراتِك جنبِك، كل حاجة عشان ما تنسيش، وزي ما قُلت لكم ترتيب الشغل أهم من الشغل نفسه، تمام يا بنات؟ يالّا بينا بقى نبدأ النهارده في أكلتنا الجامدة دي. بُصّوا بقى، أول حاجة بدأنا بالبطاطس قطّعناها زي ما أنتم شايفين كده، وهنعمل أحلى صينية بطاطس بالجزرتين اللي أنتم شايفينهم دول، بيودّوا صينية البطاطس في حتّة تانية. قطّعنا البطاطس طبعًا قد بعض أو قطع متساوية، عشان خاطر اللي هي لو بتقطّعي كبيرة وصغيّرة وكده، بتبقى واحدة مستوية وواحدة لأ، عشان قبل كده زي يمكن قُلت لكم الكلام ده، في حد سألني أو قالت لي إن أنا يعني البطاطس بتبقى عندي مستوية واحدة وواحدة، ده بيبقى من إيدِك ومن التقطيعة بتاعة إيدِك، تمام يا بنات؟ خلاص عملنا البطاطس بتاعتنا وشطفناها كمان مرّة، وبعد كده يا بنات جبنا البصل بتاعنا ده، عندِك بصلتين، بصلاية، أكتر، أقل، زي ما تحبي، قطّعي البصل بتاعِك زي ما أنتِ شايفة كده، وبعد كده يا بنات هنشوف هنعمل إيه مع بعض. الأيام بقت صعبة أوي يا بنات، عايزين ندعي كتير أوي، أوي الأيام دي، إن ربنا ييسّر الأمر كده ويسهّل الحال ويفُك الدنيا شوية، ويا رب، يا رب ما يكسف أب قدّام ولاده في الأيام المفترجة اللي جاية دي وشهر رمضان الكريم، وربنا يرزق كل الناس بحق جاه النبي يا رب. خلاص يا بنات جبنا حتّة جوزة الطيب زي ما أنتم شايفينها كده إيه بشرناها، وبعد كده كمون، الكزبرة، ملح، فلفل أسود، الكميات اللي عندِك والبهارات اللي عندِك حطّيها، و وتقلّبي بقى البصلاية حلو أوي، أوي كده مع البهارات، أول حاجة تعمليها يعني، تمام كده، وتنزلي عليها بالبطاطس برضه تدّيها تقليبة جامدة تدخّلي البهارات كلّها مع البصل والبطاطس، والجزراية، ما تنسيش الجزراية، جرّبي الصينية دي وهتعجبِك أوي، أو جرّبي يعني إن أنتِ تحطّي جزر مع البطاطس. قلّبناهم حلو أوي كده، وهنركنهم على جنب بقى دلوقتي، بس هنضيف عليهم الأول إيه، الطماطم دي، أهو. طبعًا أنا برضه قبل ما النور يقطع، ضربت الطماطم بتاعتي في الخلاط، قرّبت حاجتي، الحاجة اللي مثلًا المكان بيبقى فيها مش باشوف كويس، بتبقى فيه ضلمة أو كده، خدت منه اللي أنا عايزاه، وزي ما قُلت لكم ترتيب الشغل يا بنات، رتّبي اللي حواليكِ عشان ما تلوثيش وتقولي نسيت أضرب الطماطم، لأ النور راح، لأ مش عارف إيه، الكلام ده. فهيبسّط لِك أكتر، يعني لمّا تجهّزي حاجتِك جنبِك، هتلاقي نفسِك اشتغلتِ وخلّصتِ بسرعة. خلاص يا بنات نزلنا بالفرخة بتاعتنا في الشوربة أو في المَيّة بتاعتها يعني، وحطينا البصل والجزر وطماطماية ونُص ليمونة، قرن فلفل، وشوية الملح وشوية الفلفل الأسود، وسِبناها ما تكتّريش فلفل أسود عشان بيغمّق الشوربة، وسِبناها تغلي مع بعضيها كده. أنا عشان محتاجة شوربة بس، أنا كنت ممكن حطيت الفراخ على البطاطس على طول وحطيتها في الفرن، بس أنا محتاجة الشوربة وهاورّيكم دلوقتي ليه. خلاص نزّلنا بقى البطاطس بتاعتنا في الصاج، ال7، 8 دقايق اللي قعدتهم البطاطس في التتبيلة، خلّوا البطاطس يا بنات في حتّة تانية، طعمها تحفة. نسيت أقول لكم فصّين توم كده قطّعتهم عليها على الوش، ما دقّتش ولا حاجة، حطّيت التوم كده تقطيعة صغيّرة وحطّيتهم على البطاطس برضه. تبّلتها حلو أهو، نزلت عليهم بالفراخ وحطّيت شوية طماطم كمان على الفراخ من فوق، وعندي شوية رُز محشي كانوا في الفريزر. فرُحت بقى مطلّعاهم عشان ما باحبش الحاجة تقعد كتير في الفريزر، وجِبت لهم بقى الفلفل اللي أنتم شُفتوه قبل كده وهتشوفوه معايا تاني دلوقتي، أهو، فلفل كُبّي وشوية فلفل من الأخضر ده تحفة يا بنات في الحشو، الفلفل اللي هو اللي قدّامكم الأصفر ده تحفة، تحفة، فيه نسبة حُرقية بسيطة كده بيبقى حلو أوي في المحشي، جرّبوه يا بنات هيعجبكم أوي، الأيام دي مليان أوي في السوق. وآدي شوية الرز أهو يا بنات، طبعًا ما حدش يقدر يعني بلاش حد يرمي حاجات الأيام دي ما ينفعش، يعني أنتم شايفين الحاجة غالية إزاي وكده، فنحاول قد ما نقدر نعمل على قد الوجبة بتاعتنا،
وما تهدّريش في الحاجات يعني ولا ترمي رُز ولا ترمي وأكل والكلام ده يعني، لغاية لمّا ربنا بقى إن شاء الله يحلّها. هو أصلًا طبعًا مش مستحب ومش كويس إنِّك ترمي أكل. بُصّوا بقى، أنا خدت الفراخ من هنا حطيتها على البطاطس وسِبت الشوربة دي تغلي لها شوية، وبعد كده بُصّوا بقت شوربة تحفة وجميلة والله. حطيت بقى للمحشي زي ما أنتم شايفين كده الفلفل، جِبت نوع الملوخية المجمدة دي حلوة أوي. أنا كنت هاعمل ملوخية ناشفة، العيلة قالوا عايزين ملوخية خضرا وكده وما فيش خضرا دلوقتي في السوق كتير يعني، أو أنا نزلت ما لقيتش، فلقيت الملوخية دي طلعت حلوة أوي برضه. خدنا شوية شوربة من الحلة زي ما أنتم شايفين كده، بس يا بنات وبعد كده رُحنا إيه بقى، نزّلت بالملوخية دي، عجبتني مش وحشة يعني. بس كده يا بنات، عملنا شوية ملوخية الخضر دول، وعملنا البطاطس، وعملنا شوية المحشي، وشوية لسان عصفور، كان عندي كوبايتين رز كده وكوبايتين لبن عملتهم في بورمة صغيرة زي ما أنتم شايفين كده، رز معمّر يعني، وآدي أكلنا بعد ما خلص يا بنات. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش طبعًا كده النور راح، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.